السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. الدول العربية على صفيح ساخن والمنطقة ساخنة جدا جدا، ومفيش دولة إلا وفيها عدد كبير من الكوارث والمصايب في شوارعها وبين أهلها. ليبيا رجعت بسرعة جدا من على حافة استقرار هش لحالة استنفار واشتباك مفتوح. طرابلس اشتعلت من جديد، والمشهد كأنه بيرجع لأيام كانت فيها الكلمة للسلاح مش للدولة، وللميليشيات مش للقانون. رجل بحجم غنيوة بيتم تصفيته في قلب العاصمة. دي مش جريمة عابرة، دي علامة ونقطة تحول كبير جدا. وراها لعبة أكبر وأخطر بكتير. عبد الغني الكتلي المعروف باسم غنيوة، رئيس جهاز دعم الاستقرار، واحد من أقوى الوجوه الأمنية اللي كانت مسيطرة على طرابلس، اتصفى فجأة. أيوة، اتقتل في عملية اغتيال وصفت بالدقيقة والخاطفة والسريعة جدا. اللي يعرف غنيوة عارف إنه ما كانش مجرد مسؤول عادي، ده كان راس شبكة نفوذ وسلاح قوي جدا، وقائد ميليشيا بتتحرك تحت غطاء الدولة لكنها بتتصرف كدولة جوه الدولة. اغتياله قلب البوصلة، فتح أبواب كتيرة جدا كانت مقفولة، وخلى طرابلس كلها على صفيح ساخن. خلال ساعات من الحادث الميليشيات اتحركت، الطرق اتقفلت، اشتباكات متقطعة هنا وهناك، رعب في الشوارع، المواطنين اتقلب يومهم جحيم. محدش عارف هو في طرابلس 2025 ولا في طرابلس 2014. الدنيا اتقلبت والسنين رجعت ورا. كل الاطراف رفعت حاله التاهب، والناس العاديه بيدوروا على مكان امن يستخبوا فيه. الامم المتحده هي كمان دخلت على الخط بسرعه، ناشدت كل الاطراف بضبط النفس، والسفارات الاجنبيه وعلى راسها السفاره الامريكيه والتركيه نزلت تحذيرات عاجله لمواطنيها. السفاره التركيه مثلا طلبت الناس ما يخرجوش الا للضروره القصوى، والاداره المحليه ناشدت السكان ان يلتزموا البيوت. الرساله كانت واضحه جدا، في حاجات كبيره بتحصل ولسه الكارثه ما كملتش فصولها. في الكواليس مصر بتتحرك وتركيا كمان بترصد. وزير الخارجيه المصري بدر عبد العاطي اتواصل مباشره مع نظيره التركي هكان فيدان. الاتصال ما كانش مجامله دبلوماسيه عاديه، ده كان تنسيق امني على اعلى مستوى من الطراز الثقيل. لان ببساطه لو الوضع انفجر اكتر كل الاطراف الاقليميه هتتاثر، ومصر مش هتسمح ان نار الفوضى تلمس حدودها الغربيه، وتركيا مش هتتنازل عن موطئ قدمها هناك في ليبيا بسهوله. اللي حصل مش مجرد تصفيه، دي بدايه لمرحله جديده في ليبيا، مرحله عنوانها مين يملا الفراغ. وغنيوه اللي سقط وسال دمه ساب مكانه فاضي، ومكانه مش هيفضل فاضي كتير. في ليبيا كل ما تفتكر انك وصلت لنقطة الامان تلاقي الواقع بيقول لك المعركة لسه طويلة، ما تستعجلش. وطرابلس ما بقتش مجرد مدينة، ده بقت للي يقدر يفرض قوته عليها. الأسئلة بتتكاثر والأجوبة كلها خطيرة. هل في تصفية حسابات داخل المعسكر الواحد؟ هل في طرف دولي بيبعث رسالة تحذير؟ ولا اللي بيحصل هو بداية لانفجار شامل ممكن يغير خريطة القوى في غرب ليبيا بالكامل؟ الموضوع صعب جدا والكواليس كتير جدا. اللي بيحصل دلوقتي في طرابلس ممكن يكون مقدمة لسيناريو أكبر، وسيناريوهات ليبيا لما بتبدأ عمرها ما بتخلص بسهولة، والتاريخ يقول لكم كده. اللي حصل السنوات السابقة ما بعد القذافي وحتى الآن يؤكد إن ليبيا لو دخلت في صراع الموضوع مش هيخلص بسهولة أبدا. وربنا يستر على ليبيا وعلى كل المنطقة العربية.